السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا قصة جديدة، قصة القرية الفرعونية. تابعونا. أنشئت القرية الفرعونية في مدينة القاهرة على يد المعماري المصري حسن رجب، وقد جاءته تلك الفكرة عند زيارته لأمريكا ورؤيته لقرية في فيرجينيا تحكي حياة المستوطنين الأوائل في الولايات المتحدة، ووقع اختياره على جزيرة يعقوب كمكان للقرية الفرعونية، وبدأ العمل فيها عام 1977، وغرس ما يقرب من 5000 شجرة من الأشجار التي تتميز بها مصر الفرعونية، وجرى حفر الممرات والقنوات المائية. شيئا فشيئا تحقق الحلم، وفتحت هذه القرية المتكاملة في عام 1984. ستجد في القرية أشهر معابد ملوك الفراعنة، وحياة المصري القديم البسيطة بين الزراعة والصيد وتحنيط الموتى والكتابة على الورق. تبدأ رحلتكم بالدخول وشراء التذاكر من شباك التذاكر على البوابة، ثم ركوبكم في عوامة الاستقبال، وتحتوي على كافيتيريا صغيرة لاستقبال الزوار ومعرض لبيع المنتجات الأثرية الفرعونية. في الطابق الأعلى من عوامة الاستقبال هناك متحف كليوباترا يشرح لكم عن فترة حكم كليوباترا والصراع الذي دار في تلك الفترة. يمكنكم الانتقال داخل المركب العائم في القنوات المائية المحيطة بالقرية الفرعونية، والتعرف على الآلهة عند المصريين القدماء، ومشهد عن النبي موسى، ومعلومات عن نبات البردي وطرق تصنيعه وتحويله إلى ورق، ونبذة عن طريق التحنيط والفخار والزجاج والأسلحة، ومعلومات عن طرق الزراعة والري والصيد عند الفراعنة، طرق الرسم والكتابة الهيروغليفية. كل تلك المعلومات تسمعها وتشاهدها مشاهدة تمثيلية تحاكي الماضي، لتقرب الصورة ومحاكاة المصريين القدماء وكل تفصيلة في حياتهم. بعد الركوب المركب العائم يمكنك مشاهدة المتاحف في القرية الفرعونية. هي المتاحف المختلفة التي تتناول كل تاريخ مصر القديم والحديث، حيث يمكنكم زيارة المتحف الطلمي ومتحف التراث ومتحف المراكب والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي ومتحف الأهرامات ومتحف مصر. كل منهم يتناول حقبة تاريخية ومدعوم بالصور والماكينات المصغرة لأهم الأحداث. يمكنكم زيارة متحف الرئيس جمال عبد الناصر الذي يحتوي على 170 صورة للرئيس الراحل في مراحل حياته المختلفة، كما يضم عددا كبيرا من مقتنياته الشخصية وتماثيل وبعض العملات والطوابع التي صدرت تلك الفترة، إضافة إلى الرسائل التي كتبها، بالإضافة إلى نص قرار تأمين قناة السويس وخطاب التنحي الذي ألقاه عام 1956. يمكنكم أيضا زيارة متحف الرئيس السابق أنور السادات الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من مقتنياته الشخصية والصور وبعض المقتنيات الخاصة التي قامت جيهان السادات بإهدائها للمتحف، مثل بدلته البحرية التي حضر بها افتتاح القناة. كما يمكنكم زيارة المتحف التحنيط، ويحتوي على بعض نماذج لعملية التحنيط وأهم الآلهة المرتبطة بفكرة التحنيط، ومتحف الأهرامات، ويمثل فكرة بناء الهرم وأهم الأدوات المستخدمة في بنائه والمسلات. يمكنكم زيارة مقبرة عنخ آمون، حيث قامت القرية ببناء نموذج للمقبرة الأساسية وبنفس الحجم والتصميم، وكذلك نماذج لجميع القطع الأثرية التي تم اكتشافها. يوجد بالمقبرة 4 غرف. الغرفة الأولى فيها 3 أسرة مغطاة بالذهب والعديد من متعلقات الملك مثل كرسي العرش. أما الغرفة الثانية تحتوي على صندوق للأسلحة وأواني فخارية. أما الغرفة الثالثة هي غرفة الدفن التي فيها اكتشف المومياء في تابوت يزن 110 كيلو جرام من الذهب الخالص. أما الغرفة الرابعة فيها كنوز الملك.